ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. في دراسة اتعملت عن تأمل اسمه التيقظ الذهني او بيتقال عليه mindfulness meditation، وده باختصار ان هو بيخلي الشخص يتأمل في اللحظة اللي هو عايشها بس، مش بيفكر في حاجة قديمة ولا بيفكر في هيحصل ايه بعدين. عملوا احصائية للتأمل ده ولقوا ان نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتمارس التأمل ده اكتشفوا ان هم كانوا بيحصل احداث كتيرة قوي في يومهم، هم اصلا ما بيحسوش ان هي حصلت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا من كتر ما احنا دايما دماغنا مشغولة في اللي حصل قبل كده واللي هيحصل بكرة، ومشغولين بالمشاكل اللي حوالينا، ولو حد قال لنا كلمة ضايقتنا نفضل شايلينها جوانا، ولو حد عمل موقف مش حلو نفكر ازاي نردهوله. من كتر الاحداث الكتير اللي بتحصل في اليوم، انت في اوقات كتير جدا بتعدي انت مش بتبقى حاسس ان هي عدت عليك اصلا، ومواقف كتيرة قوي واحداث كتيرة قوي بتحصل في يومك كويسة انت اصلا ما بتبقاش دريان ان هي حصلت. ولقوا كمان ان نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتمارس التأمل ده حياتهم اتغيرت للأحسن، وبقى معدل السعادة في حياتهم أكبر بكتير من قبل كده. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان من كتر ما احنا بنبقى شاغلين دماغنا دايما باللي حصل قبل كده في الماضي واللي لسه هيحصل في المستقبل، احنا اصلا ما بنبقاش مركزين في دلوقتي اللي هو اصلا ملكنا، واللي هو اصلا احنا نقدر نغير فيه اللي ممكن يحصل بعدين. سؤال بس هسألهولك، انت لو فكرت في حاجة حصلت هل في حاجة هتتغير؟ طب لو فكرت في اللي هيحصل بعدين وفضلت قلقان وخايف منه، هل برضو في حاجة هتتغير؟ اكيد لا، ولا اي حاجة هتتغير. كلمة ان مفيش حد قلقان مبسوط ومرتاح دي اكتر كلمة صح انا سمعتها في حياتي. انا عارفة ان اوقات كتيرة قوي بنقعد نفكر غصب عننا، بس كل ما تلاقي دماغك سرحت وفكرت وخايف من بعدين او متضايق من اللي حصل لك قبل كده، افتكر دايما ان رب الخير لا يأتي الا بالخير. وافتكر برضو ان ربنا معاك في كل خطوة انت هتخطيها في حياتك، وان هو مش هيسيبك في اي حاجة. صدقني ساعتها في حاجة جواك هتهدى، وهتبقى بالك مرتاح، مش على طول قلقان وشايل هم الدنيا وشايل هم كل حاجة حواليك ايه اللي هيحصل فيها. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.